السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ويا رب دايما كده وصفاتنا تكون عند حسن ظنكم وفيديوهاتنا تكون خفيفة على قلوبكم. احب اشكركم طبعا على الفيديو بتاع امبارح والكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي شجعتونا بيها. ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظنكم. النهارده برضو معانا فيديو جميل خفيف لذيذ. وصفات سهلة وبسيطة اي حد ممكن يعملها، سواء راجل او ست او بنت. النهارده معانا كفته ورز. كفته هنعملها بطريقه حلوه وجديده، والرز برضو هنعمله بطريقه حلوه وجديده. تعالوا نشوف مقاديرنا ونشوف هنعملها ازاي. عندي كيلو لحمه مفرومه. التوابل بتاعتها بقى هنا معايا بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره كزبره، ربع معلقه زنجبيل، معلقه صغيره توم باودر، معايا ملح وفلفل اسمر ومكعب مرق. هضيف كل التوابل بتاعتنا كده ومكعب المرق. ومعايا هنا اهوت كيس خلطة برجر. الكيس دوت المفروض بيتاخد على نص كيلو لحمة، انا هحطه هنا على الكيلو لان انا هضيف معاه بقسماط. معايا 3 معالق كبيرة من البقسماط. دي اختياري، يعني ممكن تحطوه ممكن لا، بس انا عامة بحب اضيف عليها البقسماط. وبحب اضيف كمان مع اللحمة هنا اهوت نص كوباية مية. هجيب بس المية وارجع لكم. نص كوباية مية كده، وابتدي اعجن كل ده كويس. وانا عايز هنا اعجن في اللحمه شويه، يعني ده اعجن فيها لحد كل المكونات دي ما تمتزج مع بعضها كده بالتوابل بتاعتها. اعجن كويس كده، ده اعجن فيها لحد ما تنعم خالص معايا. ويستحسن اللحمه اللي احنا نجيبها تكون يعني ايه، مش حمرا قوي، يعني فيها سنه دهن. اعجن كده كل المكونات بتاعتنا. لحد ما اللحمه بتاعتي تبقى عامله بالطريقه دي. شايفين عامله ازاي؟ هو ده المطلوب. ولو دنيت نعجن فيها كمان شويه يبقى احسن برضه. بعد ما اعجن اللحمه بتاعتي، في ناس ممكن تحب تسيبها شويه ترتاح في التلاجة. انا مش محتاج اعمل ده لان انا عجنتها كويس. اللحمه بتاعتنا هنا هي مش هتتشوي على الفحم ولا هتدخل الفرن، هتبقى معموله على البوتاجاز من فوق. برضو هنديها تطعيمه اكنها مشويه على الفحم بالظبط. كده اصبع الكفته بتاعتي بالطريقه دي. في الحاله هنا بقى انا ممكن اصبعها على اسياخ شيش طاووق او على سيخ الكفته العاديه. طب لو مش عندي ده ومش عندي ده، على اي معلقه عندي او حاجه زي كده، ادخلها بالطريقه دي واضغط عليها كده من هنا ومن هنا، عشان الكفته بتاعتي ما تبقاش مكتومه من جوه. بالطريقه دي نجيب صينيه عندي وارص فيها اللحمه كده، الكفته بتاعتي كده. هعمل معاكم كمان واحد. طبعا الحجم بقى اللي انتوا عايزينه. انا هنا ما بفضلش ان هي تكون تخينه قوي، عشان برضو الكفته ما تكونش مكتومه من جوه. الطريقه دي المعلقه كده، اي سن معلقه عندي بقى، ويفضل يكون عريض شويه زي ما قلنا عشان الكفته بتاعتي ما تبقاش مكتومه من جوه. شايفين؟ بالطريقه دي بالظبط بتبقى عامله زي كفته الحاتي. تاني كمان واحد معاكم. الطريقه دي اسهل طريقه ممكن تعملوا بيها كفته، واحسن كمان، من غير بصل، من غير اي حاجه.
بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ بصوا عامله ازاي من جوه. هو ده اللي انا عايزه. هفصل بقى معاك واكمل باقي الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جماعه. خلصنا كده الكميه بتاعتنا كلها اهيت تمام بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ هحطها على النار عندي هنا من فوق على البوتاجاز من فوق مش في الفرن. تمام. هحط عليها بس كل اللي هحطه معلقه من السمنه بالطريقه دي كده، او من الزبده، بس هو هنا يفضل سمنه الصراحه يعني. تمام. وهحط معاها ربع كوبايه ميه بالطريقه دي، وهحطها على نار عاليه. تمام بالطريقه دي كده، واغطيه. ماشي. نعمل بقى طريقه حلوه جدا للرز زي ما قلنا. معايا هنا حله على النار فيها معلقه او معلقتين من السمنه مع معلقه صغيره او 3 معالق من الزيت، معلقتين صغيرين او 3 معالق صغيرين من الزيت. انا بحب دايما في الرز نحط زيت مع سمنه. تمام. لان الزيت بيديله لمعه كده وبيديله زي ما بيقولوا فرفره، يعني بيخليه مفرفر كده حلو مش معجن. طيب التوابل الرز بتاعتي النهارده ايه؟ معايا بابريكا، معايا احنا هنعمله هنا اشبه شويه بالرز الرز البسمتي، يعني هو نفس توابل، ياخد نفس توابل الرز البسمتي. معايا شطه معلقه صغيره، معايا بابريكا معلقه صغيره، معايا توم باودر معلقه صغيره، بصل باودر معلقه صغيره. هنا توابل رز، ملح وفلفل، سنه صغيره من القرفه، ومعايا كاري وكركم معلقه صغيره من كل حاجه. تمام. هسيب بس الماده الدهنيه بتاعتي تسخن شويه، عشان انا عايز اشوح الحاجات دي كلها في السمنه والزيت، عشان عايز ريحه التوابل بتاعتي تظهر. تمام كده. كده الماده الدهنيه بتاعتي سخنت والحله بتاعتي سخنت. هنزل بقى بالحاجات دي كلها هنا كده، نديها تشويحه صغيره كده لحد ما اشم ريحه التوابل. تمام. ريحه التوابل هنا طلعت عندي. هنزل بقى ايه بالميه بتاعتي. الميه هنا تكون سخنه بالطريقه دي كده. احنا مثلا عاملين كيلو رز النهارده، ممكن تحط عليه مثلا ايه 4 كوبايات ونص من الميه. هسيبها تغلي عندي، وبعد كده ننزل عليها بالرز بتاعها. حطيها كده. بص على اللحمه، بص اللحمه هنا بتاعتي اهي. انا مش عايزها يبقى فيها ميه، يعني انا مش عايزها تنزل الميه بتاعتها بالطريقه دي كده. هسيبها عندي لحد ما تنزل الميه بتاعتها كلها. عفوا. الميه بتاعتي هنا غليت. هنزل بالرز كده من الرز. الرز بتاعي لو نضيف مش تغسلوه، يعني لو الرز نضيف بلاش تغسله. بالطريقه دي كده، واقلب. هنا هو الرز خد عندي لون وطعم الرز البسمتي. شايفين اللون؟ شايفين لون الرز؟ هغطي عليه لحد ما يغلي والميه بتاعته تتشرب شويه وارجع لكم تاني. كده يا جماعه رجعنا لكم تاني اهوت. ادي الرز بتاعنا اتشرب. هنغطي بقى عليه ونوطي عليه النار خالص، نسيبه يستوي كده مع راحته. نسيبه يستوي بقى براحته. اللحمه عندي هنا اهو بتغلي. تمام. اقلبها بس كده تقليبه بسيطه. اللحمه المفروض اصلا ما بتاخدش سوا، يعني هي اللحمه الكفته عامه بتاعتنا ما بتاخدش سوا. اقلبها كده بس عشان اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت على الجنبين. مش محتاج ازود لها ميه، مش محتاج اعمل لها اي حاجه. نغطي عليها
لحد ما تستوي معانا. هفصل معاكم وارجع لكم تاني، خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه اهوت بعد بقى ما اللحمه بتاعنا خلاص استوت بقت بالشكل الجميل ده. هعمل ايه بقى عشان اخليها زي الكفته اللي بتتشوي بره على الفحم؟ هروح جايب فحمايه وحاططها عندي على النار تمام لحد ما تسخن خالص وتحمر بالطريقه اللي احنا هنشوفها بيها دي دلوقتي. وهروح موسع كده الكفته بتاعتي. مش هحط في الطبق، يعني انا مش هحط في الصينيه بتاعتنا. هروح جاي كده بجنب واروح جايب حاطط طبق في نص الطاسه او الصينيه بتاعتنا، واروح حاطط الفحمايه بالطريقه دي وانزل عليها بندعه زيت بالطريقه دي تمام. واروح مغطي على الكفته بتاعتي بالطريقه دي. وكده بقت عندي كفته يعني احسن 100 مره من اللي بتتشوي بره. والرز بتاعنا هنا اهوت قرب يدخل في السوا تمام. تعالوا بقى نعمل مع بعض وصفه حلوه. طب الوصفه الحلوه دي عباره عن ايه؟ انا طفيت هنا خلاص كده على الكفته بتاعتي، هنقلها بس كده في جنب بالطريقه دي. طب الوصفه بتاعتي عباره عن ايه؟ هنعمل شعريه بطريقه حلوه قوي تمام. عندي وok على النار، هحط فيه سمنه او زبده. هنا بقى في الوصفه دي يعني احنا يعني بنفضل الزبده صراحه، يعني بتديها طعم احلى بكتير. شويه زبده كده عندي تمام. هعلي النار عليها لحد ما تسخن تسيح معايا. وعندي هنا تقريبا 200 جرام من الشعريه، مش عايز اكتر من كده، هم 200 جرام بس. هفضي عندي كده هنا كده الشعريه معايا في السمنه واحمرها بالطريقه العاديه بتاعتنا بالظبط. وما نفتش عليها عشان الشعريه بتاعتنا يعني ايه تبقى يعني زي ما بيقولوا خاينه شويه، فممكن تخن وتحمر بسرعه. انا مش عايز يعني عايز اديها اللون اللي هو الذهبي الجولد البسيط ده، مش هحمرها قوي يعني. احمر الشعريه بقى بتاعتنا وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جماعه. ده هو الشكل اللي انا عايزه للشعريه بتاعتي تمام. بعد بقى ما احمرها بالطريقه دي هروح جاي مصفيها كده في مصفى عندي، بيكون تحتها طبعا طبق عشان الحاجه الماده الدهنيه اللي فيها تنزل منها. انا عايز اصفيها من الماده الدهنيه كلها دي. اروح مصفيها كده بالمنظر ده. ناخد بالنا عشان هي بتبقى سخنه جدا فعشان ما نتلساش يعني. بالطريقه دي تمام. مش عايز اكتر من كده. ده بيبقى اللون بتاعها اهوت، مش عايزه يغمق عن كده، هو ده اللون بالظبط اللي احنا عايزينه ماشي. سيبها بقى هنا كده على جنب واعمل لها بقى ايه مهلبيه حلوه جدا 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 وطريقه سهله قوي قوي قوي. بنعملها على البارد. انا طفيت هنا النار، عندي حله فيها لتر من الحليب او لتر ونص اللي انتوا تحبوه. انا هنا النهارده هعمل عندي لتر من الحليب ماشي. بحط عليه ايه؟ بروح حاطط عليه 3 معالق ونص من النشا ومعلقتين من الدقيق. انا الدقيق هنا بحطه مش عشان يربط لي النشا او يربط لي المهلبيه بتاعتي ببعضها، انا بحط الدقيق عشان بيديني طعم اللي هو الكريمي، يعني طعم زي اكني حاطط عليها بالظبط كريمه لباني. فانا هحط على لتر من الحليب بتاعنا 3 معالق ونص من النشا ومعلقتين من الدقيق بالطريقه دي. كله على البارد، ما بحطش حاجه والحاجه سخنه تمام. واقلبهم كويس كده بالطريقه دي. مضرب بقى عندي واقلب كويس كده عشان ما يكلكعوش معايا تمام. بحط هنا عندي 5 معالق من السكر كبار. هنا بقى السكر حسب الرغبه، يعني انت ممكن تزود ممكن تقلل اللي انتوا عايزينه. انا هنا عندي هحط 5 معالق وهشوف لو احتجت هزود تاني. 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. في ناس ممكن تحبها محليه قوي ممكن تزود السكر، في ناس تحبها سكرها مش كتير فتروح مقلله السكر بتاعها. قلبت هنا كده عندي كويس. هولع بقى النار على نار عاليه وافضل جنبه اقعد اقلب فيه عشان المهلبيه بتاعتي ما تتخنش مني او ما تكلكعش. هفضل اقلب معاكم بالطريقه دي بس عشان ما اصدعكمش يعني هفصل معاكم لحد ما المهلبيه بتاعتنا تتقل وتوصل للقوام اللي احنا عايزينه وارجع اوريها لكم بعد ما اخلصها. ورجعنا تاني معاكم يا جماعه. بصوا بقى ده كده شكل المهلبيه بتاعتي بعد ما تقلت، هو ده القوام بالظبط اللي انا محتاجه. بصوا عامله ازاي.
مش عايزها اتخن من كده ولا ارفع من كده، تمام، ولا اخف من كده يعني، لان هي لسه هتخش التلاجة فهتجمد في التلاجة كمان. ماشي. الرز بتاعنا هنا اهو استوى وبقى يعني تحفه تحفه تحفه، مش عايز اقول لكم ريحته عامله ازاي وطعمه عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف هنقدمها بتاعتنا، المهلبيه بتاعتنا ازاي، او الحلوه بتاعتنا النهارده ازاي. لف بس معاكم الكاميرا كده. طيب، في عندنا طريقتين للتقديم. الطريقه الاولى ان احنا نصبها عندنا في كاسات. بتتصب ازاي؟ بنحط طبقه صغيره قوي من الشعريه، وبعد كده طبقه من المهلبيه بتاعتنا، والطبقه الاخيره من الشعريه، والجرنش بتاعنا او الزواق بتاعنا من فوق اي حاجه بقى تحبوها. انا عن نفسي بحب من فوق احط كده قطع من الهوز او التوينكز، الحاجات اللي هي اللي فيها الشوكولاته طعمها حلو دي. ممكن برضو نجيب بسكوت الاوريو نكسره نص تكسيره كده ونحطه عليها من فوق الوش، فده تبع المتوفر عندكم. انا هنا عندي بقى النهارده هقدمها عندي في طاجن بايركس، في طاجن بايركس كبير كده، هقدمها كلها على بعضها. هعمل ايه؟ هاخد شويه عندي بساط من الشعريه، طبعا بعد ما صفيناها بالطريقه دي. هاخد شويه عندي هنا كده في تحت، تمام، وهوزعهم بالمعلقه بالطريقه دي. ايوه كده، ماشي. وهنزل بالمهلبيه بتاعتي سخنه على الشعريه بالطريقه دي كده. هنزل بقى بالكميه بتاعت الشعريه كلها، المهلبيه كلها، انا اسف. طبعا المهلبيه عندي سخنه والشعريه مش مستويه، هي يا دوبك بس متحمره، فهتسوي لي الشعريه بتاعتي بالطريقه دي كده. هنزل بالكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، تمام. بعد كده هجيب بقى عندي الجزء اللي فاضل من الشعريه، هما الشويه اللي فوق، هرش كده من فوق الوش، يعني ايه، عشوائي كده، نوزعها كده توزيع عشوائي من فوق الوش. ممكن تحطوا الشويه الباقيين كلهم وممكن اقل، ان في ناس ما بتحبش الشعريه تبقى فيها كتير، بس انا بحبها الصراحه فيها كتير لو سالتوني يعني عن ذوقي الشخصي. اوزع بالطريقه دي كده توزيع عشوائي كله. ودي على فكره يعني من اسهل الحلويات اللي ممكن تعملوها، ومش هقول اخف، بس يعني هي طريقه سهله جدا وحلوه، طعمها حلو، تمام. حطيت كده عندي بقى الكميه بتاعتي، ودي دول بس هناك. هنا بقى انا قلت لكم ممكن الزواق اللي فوق يبقى اي حاجه انتوا عايزينها. انا هنا عندي النهارده زوقت بايه؟ بالهوز، تمام. جبت كده الهوز قطعتها قطع صغيره، وهوزعها برده توزيع عشوائي كده من فوق الوش بالطريقه دي. ممكن زي ما قلنا نجيب بسكوت اوريو ونكسره ونحطه من فوق الوش. ممكن توينكز بالفراوله تبقى برده طعمها حلو جدا معاها، بس انا يعني عشان بحب الشوكولاته شويه ففضلت ان هي تبقى هوز شوكولاته، واللي هنا كمان عندي في البيت بيحبوا الشوكولاته، فبالتالي انا حطيت الهوز شوكولاته بالطريقه دي كده. وطبعا هتروح على طول داخله التلاجة. ممكن التلاجة لو هندخلها التلاجة هتقعد تقريبا من 3 ساعات ل 4 ساعات. ممكن بقى ندخلها الفريزر لمده بالظبط نص ساعه، ساعه الا ربع، ونطلعها هتلاقيها برضو بدات تتماسك شويه، مش جمدت، ما بقتش تلج يعني، نقدر ان احنا ناكلها، وهتبقى طعمها تحفه جدا. وده بيبقى شكلها النهائي اهو، بس اوريها لكم، يا رب تكون ظاهره يعني، والكاميرا ما تكونش ظلماها وظلمه شكلها، تمام. هحطها بقى عندي في التلاجة وارجع لكم تاني نشوف باقي الاكل بتاعنا بعد ما خلص بقى عامل ازاي. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما خلصنا بقى الاكل بتاعنا، نشوف طريقه تقديمه ازاي. دي طبعا شكل الكفته اهي بقت بالمنظر التحفه اللي عندي دوت، تمام. انا بس عايز اوريكم شكل الكفته من جوه، عشان احنا قلنا احنا عايزين نقسمها، نحط فيها يعني حاجه من جوه عشان نشوف قد ايه هي بتبقى طريه بعد ما بتطلع، تمام. ده منظر الكفته اهي بتاعتي بعد ما خلصت، ولا اروع من كده. بص الكفته عامله ازاي من جوه، مفرغه مش مكتومه، وهو ده المطلوب، ان هي تبقى زي كفته الحاتي بالظبط، تمام.
طيب الرز بتاعنا بقى عامل ازاي بعد ما استوى؟ ادي الرز بتاعنا اهو بقى بالطريقه دي. قد ايه مفلفل، شكله تحفه وطعمه يعني حلو جدا. هو بالظبط زي الرز البسمتي، احنا مدينه نفس التوابل. طيب ممكن اقدم بقى الاكل بتاعي ازاي؟ هجيب عندي هنا كده بوله احط فيها الرز كده بالطريقه دي. طبعا التقديم ده يعني حاجه ترجع لكم انتوا بقى شخصيا على حسب الذوق، بس انا قلت يعني ايه اقدمه معاكم بشكل حلو بالطريقه دي كده. هضغط بس كده كويس. هو الرز بتاعنا يعني مصري، مش هيتفرفط مني او هيقع مني في الطبق اللي انا هحط فيه. تمام. هاخد بس الحله عندي هنا كده، اروح جايب طبق عندي كده بالطريقه دي. فيبقى شكل الرز بتاعنا اهو. تمام. وهنحط بقى الكفته جنبه عندنا بالطريقه دي. هي طبعا واخده طعم الفحم لان احنا ولعنا فحمايه زي ما قلنا، وحطيناها في الكفته بتاعتنا، وحطيناها وغطيناها، فده ادى الكفته بتاعتي كلها طعم الفحم. ده كده شكل الاكل بتاعنا اهو النهارده. اتمنى طبعا ان الوصفات تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم، ويا رب دايما فيديوهاتي تكون خفيفه على قلوبكم، وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم ان شاء الله كل فيديوهات جديده احنا بننزلها. اشكركم، مع السلامه.